يتطلع عملاقا كرة القدم المغربية الوداد والرجاء للقيام بحملة تعاقدات قوية خلال الميركاتو الحالي، تحسبا لمنافسات الموسم الجديد الذي سيخوض فيها الفريقان عدة رهانات خارجية. وتنتظر الوداد مشاركة في النسخة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية التي ستكون الولايات المتحدة الأمريكية مسرحا لها الصائفة القادمة. أما الرجاء فيجدد العهد مع بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد أن غاب عن النسخة الماضية. صفقات الوداد في الميركاتو الصيف: تعاقد الوداد مع 10 لاعبين خلال الميركاتو الحالي، من بينهم حمزة ساخي، فضلا على محمد مفيد وبودا محسن ومعاذ إنزو. في المقابل غادره عدة لاعبين بارزين، من بينهم الظهير الأيمن الطائر أيوب العملود ولاعب الوسط المدافع يحيى جبران، فضلا على المحترفين العربيين إلياس الشتي وحمد الهوني. تراجعت إدارة فريق الوداد الرياضي لكرة القدم عن التعاقد مع اللاعب الأوغندي كيزا عرفات خلال مرحلة الانتقالات الصيفية الجارية، وعلمنا من مصادر مطلعة أنه تبين أن الجناح الأوغندي مصاب ويحتاج ما بين 2 و3 أشهر للتعافي، لذا تم التراجع عن التعاقد معه. وكان الوداد أنهى معسكره في بن سليمان الذي انطلق السبت الماضي تحضيراً للموسم الكروي المقبل، تمهيداً للدخول في معسكر ثان في تونس. وبرمج الطاقم التقني للوداد بتنسيق مع إدارة النادي والمسؤولين في تونس مباراتين وديتين خلال هذا المعسكر، حيث سيواجه الفريق البيضاوي النادي الإفريقي غدا الأحد في رادس، ثم سيلاقي النجم الساحلي يوم الثلاثاء القادم في سوسة. صفقات الرجاء في ميركاتو الصيف: من جهته قام الرجاء بالتعاقد مع 6 لاعبين من أبرزهم هلال فردوسي وعبد الكريم بعدي وهاني عمامو وسيرج إيريك زيزي، كما غادره عدة نجوم من بينهم المهدي موهوب وهاشم دومينغو وزكريا الوردي وعبد الحي فرسي.